السبب رقم 3، المعروض يا إما محدود أو منضبط. الانهيار في الغالب تصادم، معروض كتير بيدخل السوق في نفس الوقت اللي الطلب بيلين فيه، فأي حاجة بتحد المعروض بتساعد، يعني ندرة جغرافية، قيود تنظيمية، أو انضباط من المطورين الكبار اللي بيأجلوا إطلاق المشاريع الجديدة لما مزاج السوق يتغير بدل ما ينزلوا معروض في سوق ضعيف. السوق اللي العرض فيه منضبط بيبقى أصلب. السبب الرابع وده اللي بيشيل الحمل، الإطار المؤسسي والتنظيمي، حسابات ضمان بتحمي فلوس المشتري، أمان في الملكية، نظام قانوني فعال، أو جهة تنظيمية ليها أنياب تقدر تحمي المشتريين. لما المشتري يثق إن فلوسه محمية والعقد هيتنفذ وعقاره هيتسلم، التصحيح بيفضل تصحيح. إنما أول ما الثقة دي تتكسر ممكن يحصل خروج جماعي، وده اللي بيحول التصحيح لانهيار. الخلاصة، ولا سبب من الأربعة دول بيمنع الانهيار تماما، كلهم بيرفعوا العتبة، بيخلوا السوق أقرب إنه يشوف تصحيح يمكن امتصاصه بدل انهيار في الأسعار. دلوقتي السؤال لي، السوق اللي انت موجود فيه متوفر فيه كام حاجة من الأربعة دول؟ مجموعة البياعين المجبرين فيه كبيرة ولا صغيرة؟ في طلب حقيقي يسند السعر ولا أغلبه مضاربة؟ هل المعروض منضبط ولا منفلت؟ هل الإطار المؤسسي متين ولا هش؟ جاوبني في التعليقات.